السلام عليكم، شلونكم أعزائي؟ إن شاء الله تكونون بخير. بجي اليوم عن غابات بلغراد، واحدة من المناطق الريفية اللي تصير بأطراف اسطنبول. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. واللي ساكن بتقسيم ويريد يروح مباشرة إلى غابات البلغراد يركب باص رقم 42 تي باتجاه باهتشكوي، يوصل لآخر محطة بهذا الباص ويتمشى إلى غابات البلغراد. حتى توصلون لغابات البلغراد من أي مكان في اسطنبول تركبون مترو M2 سواء من إيكابي أو من أي محطة. تركبون المترو M2 باتجاه هاجي عثمان. هسه أنا ركبت مترو ونزلت بآخر محطة اللي هي محطة هاجي عثمان، وهسه راح أطلع خارج محطة المترو وأتابع اللوحة الإرشادية مثل ما تشوفون مكتوب أوتوبوس دوراغ، يعني موقف الباصات. طلعت خارج محطة المترو ومثل ما تشوفون هذا جراج الباصات بحجي عثمان. هسه راح أتمشى إلى موقف الباصات اللي ينطلق من هنا إلى غابات البلغراد. من هذا الموقف راح أركب باص رقم 42 HM اللي يروح باتجاه باهتشكوي. وهذا جدول حركة الباص من هذا الموقف بأيام الأسبوع وأيام السبت والأحد. شوفوا ما شاء الله الطريق كله أشجار على اليمين وعلى اليسار. اللي يريد يروح على مشتل أتاتورك أو أتاتورك أربيتريوم يقدر ينزل بموقف باصات اسمه كمربورغاز يولو ويتمشى، لكن للأسف لما رحت اليوم المشتل كان مغلق لأنه عطلة المشتل كانت هو يوم الاثنين بكل أسبوع. ركبت الباص مرة ثانية وبنفس الموقف الباصات بنفس الاتجاه ونزلت بآخر موقف يوصل للباص، وهسه راح أتمشى إلى غابات البلغراد. المشي من هنا من هذا الموقف إلى مدخل غابات البلغراد حوالي 10 دقائق. وهاي اللوحة توضح وقت وتاريخ تصوير هذا الفلوج. المنطقة ما شاء الله هادئة جدا، وكل ما الواحد ابتعد عن مركز المدينة كل ما أحس أنه تقل الضوضاء ويصير الهواء نقي ومنعش. وأخيرا وصلنا لغابات البلغراد. الدخولية للشخص 6.5 ليرة وللسيارات 25 ليرة للسيارات الصغيرة. هاي الأسعار بداية 2023. ومثل ما تشوفون اكو اتجاهين، اتجاه اليمين واتجاه اليسار. بالبداية راح اروح باتجاه بنتلر طبيعة بارك، وبعدها ان شاء الله راح اروح بالاتجاه الثاني اللي هو على اليسار. عندنا هنا بارك اسمه نشأة سيو طبيعة بارك. المسافات هنا ابدا مو قليلة، اللي يحب يجي يفضل انه يجي بالسيارة. ومثل ما تشوفون كاتبين هنا بهاي اللوحة التخييم ممنوع داخل الغابة، لأنه قبل سنتين صارت حرائق بعدة غابات بتركيا بعدة مدن، فمنعوا الشوي وإنه واحد يسوي منقل بالغابات. وهاي خارطة المكان. راح نمر بهذا الجسر، بعدين اكو سدين وبحيرتين اثنين. شوفوا ما شاء الله شلون الطريق حلو وهادئ، ما تسمعون غير زقزقة العصافير وصوت المي اللي يجري.
المكان مناسب للي يحب يتأمل ويطرد الطاقة السلبية. نكمل أعزائي طريقنا إلى البحيرة الكبيرة. شوفوا هذا الجسر وهاي البحيرة صغيرة، ايش قد منظرهم حلو. المكان مناسب همين للناس اللي يريدون ينقصون من وزنهم، لأنه اللي راح يجي هنا راح يخسر من وزنه من المشي. وهذا كلبون مرشدنا بهاي الغابة. على طول الطريق اكو هاي المصاطب للي يحب يعني يستريح ياخذ استراحة، واللي جايب همين اكله وياه بالامكان انه يسوي سفرة هنا بهذا المكان. وهذا مسجد للي يحب يصلي، وهنا مخلين العاب مال اطفال، هاي تفيد اللي عنده اطفال. ها كلبون من وين نروح؟ نروح من هنا، تمام. الدخول للبحيرة ممنوع وخطر. أنا بصراحة ما أعرف عمق البحيرة، لكن ما أنصح أحد إنه ينزل، لأنه ما تعرفون العمق، جزء العمق يعني بيها عمق ممكن الواحد يغرق. وهاي يسموها شجرة الذكريات. أكو ناس هواية كابلز كاتبين أسمائهم، وحتى أكو تواريخ قديمة سنة 95 وسنة 99، وحتى العرب واصلين لهنا. وهنا هذا أبو كيان كاتب ذكرى، سلام خاص لأبو كيان إذا يشوف هذا الفلوج. نتابع المشي إلى البحيرة. ما شاء الله المي صاير ألوان، أزرق وأخضر وأصفر. كل ما نتقرب يصير المنظر أحلى وأحلى. وهسه راح أخذكم المكان اللي يريد ياخذ صورة حلوة ومميزة. شوفوا جمال المي والبحيرة، ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الغابة كلش ضخمة، حاولوا انه دائما تمشون بس بالطريق، لانه اذا رحتوا يمين او يسار ممكن تضيعون. وهذا السد الثاني بس ماكو خلفه مي. خلينا نصعد نشوف المنظر من فوق شلون راح يصير.
وهنا همين بيها خوش منظر اللي يريد ياخذ صور. أنا بصراحة أحب التخييم خصوصا بالغابات. إذا تحبون أسوي لكم فلوج عن التخييم بوحدة من الغابات المسموح إنه الواحد يسوي بيها تخييم، اكتبوا لي جوا بالتعليقات. وهسه راح أروح باتجاه الجهة الثانية، البارك الثاني اللي هو نشأة سيو طبيعة بارك. وما أنصح أحد يعني يروح مشي لأنه الطريق كلش متعب. هسه راح أمشي تقريبا 2.5 كيلومتر، بس يعني ما يخالف حتى أشوفكم يعني شكو موجود بالجهة الثانية. وهذا الطريق يعني خاص للسيارات بس ذهاب، واكو طريق ثاني إياب من جهة ثانية. وصلنا البارك نشأة سيو بارك. هنا همين يعني البارك حلو واكو مطعم وكافتريا. وهذا المكان مكتوب عليه أجرتلي تشكيم ألانه، يعني مكان تصوير لكن بأجرة يعني بفلوس. أعتقد هذا المكان يفيد العرسان اللي يريدون يعني يسوون جلسات تصوير خارجية، بالإمكان أنه يفيدهم هذا المكان. وهنا همين اكو مصاطب اللي يريد يسوي بيكنيك، واكو همين ناس جايبين وياهم مناقل وقاعدين يشون. وهذا يسموه بالتركي چشمة او نبع. هذا الچشمة همين من زمن العثمانيين، واكو ناس همين جايبين وياهم دبات المي 19 لتر ويعبون من هذا النبع. حسب ما سألتهم قالوا هذا المي طبيعي، فيعني فرصة انه ياخذون وياهم هذا المي لانه المي طبيعي وصافي. بالنسبة لطريق رجعة تتبعون نفس الخطوات لكن الترتيب يكون بالعكس. طلبت هاي الوجبة اللي اسمها الفصول الأربعة، اللي هي عبارة عن قطع دجاج وعليها صلصة، وهاي أعتقد فستق، أعتقد هاي فستق حلبي. خلينا نجرب نشوف طعمها. فيها قطعة خبز وهاي صلصة أو ثومية، وهاي خاشوقة وشطن. خلي نذوق نجرب طعمها. طعمها طيب بس شوية دجاج شوية يعني من حزايد. ولهنا أعزائي ينتهي فلوق هذا اليوم. أتمنى إن شاء الله يكون الفلوق عجبكم. لا تنسون تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب. انتظروني بفلوق جديد. تقبلوا تحياتي.